نستكمل معا في هذا الجزء شرح باقي الأدوات الموجودة بالتول بوكس. الأداة التالية هي الكلون ستامب تول، وسوف نتعرف سويا على طريقة عمل هذه الأداة من خلال المثال التالي. فإذا أردنا مثلا نسخ صورة هذا اللاعب في جزء آخر من الصورة، نختار الأداة ثم نضغط مرة واحدة بالزر الأيسر للماوس فوق صورة اللاعب، وذلك أثناء الضغط على مفتاح Alt من لوحة المفاتيح. ثم ننتقل إلى الجزء الآخر من الصورة ونبدأ في الضغط مع الحركة بالماوس، فيقوم البرنامج بنسخ صورة اللاعب بهذا الشكل. وبالطبع يمكننا تغيير سمك البراش المستخدمة في الرسم، وذلك من نافذة براشز، ثم نقوم بالضغط على السهم لفتح البراش بريسات بيكر. نختار البراش المناسبة ثم نبدأ مرة أخرى في استكمال الصورة بهذا الشكل. ونجد الاختيار Use All Layers، فهو يمكننا من نسخ عدة عناصر من أكثر من لاير مرة واحدة. ويوجد اختيار آخر لهذه الأداة، وهو الاختيار Pattern Stamp Tool، وهذه الأداة تتعامل مع الباترن، وسوف نتعرف سويا على كيفية إنشاء باترن جديد، وذلك من خلال المثال التالي. ولإنشاء الباترن نقوم بفتح صورة جديدة، وذلك بالضغط على القائمة فايل ثم نختار الأمر Open، وبالضغط عليه تظهر لنا نافذة Open، نختار منها أي صورة ثم نضغط Open فتظهر لنا الصورة الجديدة بهذا الشكل. نقوم بعمل تحديد حول صورة هذا اللاعب، وذلك باستخدام الريكتانجل ماركي تول كما تعلمنا سابقا. ولإنشاء الباترن نذهب إلى القائمة Edit ثم نختار الأمر Define Pattern، وذلك لإضافة الباترن الجديد. وبالضغط على الأمر تظهر لنا نافذة Pattern Name، نكتب بها اسما لهذا الباترن ثم نضغط OK. نغلق هذه الصورة ونعود إلى الصورة السابقة. والآن نختار الأداة Pattern Stamp Tool، وبالضغط عليها تظهر لنا الخصائص الخاصة بها. نذهب للجزء الخاص بالباترن ثم نضغط عليه فتظهر لنا كل الباترنز الموجودة بالبرنامج، وذلك بالإضافة إلى الباترن الذي قمنا بإنشائه من قبل. نقوم بالضغط عليه لاختياره فيظهر لنا بهذا الشكل. ولتوضيح طريقة عمل الأداة نذهب إلى الصورة ثم نبدأ بالضغط بالماوس ثم نتحرك فوق الصورة فتظهر لنا طريقة عمل الأداة بهذا الشكل. الأداة التالية بصندوق الأدوات هي الهيستوري براش تول، وهي تمكننا من إزالة التعديلات التي قمنا بإدخالها على أي ملف. ولتوضيح ذلك نختار الأداة ثم نبدأ بالتحرك أثناء الضغط فوق التعديلات التي قمنا بإجرائها سابقا. وكما نلاحظ فإن الأداة تقوم بإزالة التعديلات بهذا الشكل.
أما الأداة Art History Brush فهي تمكننا من إزالة التعديلات أيضا، ولكن مع إضافة تأثير ألوان المياه. فبالضغط على الماوس والسحب يتم إزالة هذا التعديل، ولكن مع إضافة تأثير آخر في نفس المكان كما نرى. ويمكن استخدام ستايل محدد من الجزء الخاص بستايلز، وذلك من الأوبشن تول بار. فمثلا نختار لوس كيرل، ثم نذهب للصورة، وبالضغط على الزر الأيسر للماوس يتم تغيير شكل الصورة كما نرى. الأداة التالية في صندوق الأدوات هي الإريزر تول، وتستخدم هذه الأداة في إزالة أجزاء محددة من التصميم. نختار الأداة، ثم نذهب إلى هذا الجزء، ونبدأ في الضغط ثم التحرك في هذا الجزء، فيقوم البرنامج بإزالة هذا الجزء من الصورة، ويظهر مكانه لون الخلفية أو اللون الموجود في مربع الباك جراوند كولر. ويندرج أسفل الإريزر تول عدة أشكال أخرى لهذه الأداة، وهي تقوم جميعا بنفس العملية ولكن بطريقة مختلفة. فالباك جراوند إريزر تول تقوم بإزالة لون الخلفية ليصبح الجزء المزال منها شفافا أو ترانسبيرنت. أما الماجيك إريزر تول فهي تقوم بإزالة مساحات لونية كاملة. نقوم بالضغط على هذا اللون مرة واحدة بواسطة الزر الأيسر للماوس، فيقوم البرنامج بإزالة الأجزاء التي لها نفس درجات الألوان بالكامل، وذلك اعتمادا على اللون الذي قمنا بالضغط عليه. ويمكننا التحكم في دقة عمل هذه الأداة، وذلك من خلال تغيير قيمة التوليرنس. وللقيام بذلك نقوم بالتراجع عن الخطوة السابقة، ثم نغير قيمة التوليرنس، نكتب 10، ثم نضغط مرة أخرى على نفس درجة اللون، فنجد هنا أن المساحة التي تم إزالتها أصبحت أقل كما نرى. نقوم بالتراجع مرة ثانية، ثم نغير القيمة ونكتب 60، وبالضغط مرة ثانية في نفس المكان نجد أن المساحة التي تم إزالتها أصبحت كبيرة جدا كما نرى. ولذلك فإن تحديد قيمة التوليرنس من أهم العوامل التي تتحكم في استخدام هذه الأداة. نتراجع عن هذا الأمر مرة أخرى، وننتقل إلى الأداة التالية وهي الجريدينت تول، وهي تقوم بالتلوين، وذلك من خلال تدرج لوني يبدأ من اللون الموجود بمربع الفور جراوند كولر إلى اللون الموجود بمربع الباك جراوند كولر. ولتوضيح ذلك نختار الأداة، ولرؤية طريقة عمل الأداة نقوم برسم خط أفقي أثناء الضغط على الماوس بهذا الشكل، وعند ترك الماوس يقوم البرنامج برسم تدرج لوني كما نرى. وبالطبع يمكننا اختيار شكل للتدرج، وذلك من الأوبشن تول بار، إما linear أو radial gradient أو أي من الأشكال الأخرى للتدرج. كما يمكننا تعديل التدرج واختيار أي من الأشكال الجاهزة الموجودة بالأوبشن بار. وبالنسبة للأداة Paint Bucket Tool فهي تقوم بملء الجزء المحدد بواسطة اللون الموجود في مربع الفور جراوند كولر. فمثلا نقوم برسم تحديد بواسطة الريكتانجل ماركي تول كما تعلمنا سابقا، ثم نختار اللون المناسب من مربع الفور جراوند كولر. نختار الأداة Paint Bucket Tool
ونقوم بالضغط مرة واحدة بداخل الجزء المحدد. فيقوم البرنامج بملء الجزء المحدد بواسطة اللون الذي قمنا باختياره كما نرى. وأيضا يمكننا استخدام الأداة لملء الجزء المحدد بواسطة Pattern، وذلك من خلال اختيار الأمر Fill، ثم نختار Pattern، ثم نضغط مرة أخرى بداخل المستطيل فيتم ملئه بواسطة الباترن المحدد كما نرى. وبه